ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم. النهاردة عايزين نتكلم عن موضوع مهم جدا. يمكن كان مهم بالنسبة لي واعتقد انه مهم لكل بنت، سواء في سن صغير او في سن كبير او لحد ما تتعرف على الفكرة الرئيسية بتاعته، ألا وهو الحرية. يا ترى ايه هي الحرية؟ معظمنا كان فاكر واحنا صغيرين ان الحرية هي ان انا اعمل اي حاجة انا عاوزاها في اي وقت. محدش يسأل انت بتعملي ده ليه ولا ازاي ولا امتى. كنا مفكرين ان ده تضييق قوي، وخصوصا لو واحدة كانت عايشة في بيئة من اللي هو الاهل لازم والمفروض واوعي تعملي كذا عشان خاطر ده حلال او ده حرام، او الاكثرية بيكون عشان كلام الناس مش بس الحلال والحرام، لان لو الحلال والحرام فدي حاجة كويسة. طيب، الحقيقة بقى، هل الحرية دي هو ده بمعناها الأصلي إن أنا أعمل أي حاجة أنا عاوزاها، ولا ده جزء صغير؟ الحقيقة إن كان ليها جزء صغير جدا. الحرية ليها معاني أعمق من كده بكتير، وعشان نوصل للجزء الخارجي اللي من بره، إن لو حد شافنا يقول أنتي إنسان عندك حرية، فلازم نوصل للجزء الأساسي بتاع الحرية اللي هو من جوه. معنى كده إن الحرية دي حاجة جوانا. طب إزاي نخرجها؟ كنت دايما اسمع كلمة ان اي حاجة انتي محتاجاها هي جواكي اصلا قبل ما تبقي محتاجاها من بره. كنت بتضايق قوي من الحتة دي، او يمكن ما بفهمهاش، ما كانش عندي وعي ليها. كنت بقول طب مادام هي جوايا، هو انا ليه اصلا عندي الاحتياج ليها؟ ازاي عرفت اصلا الاحتياج ليها؟ يبقى بما ان الحرية حاجة جوانا، ازاي انا عرفت ان انا محتاجة اصلا حرية؟ طيب تعالي كده نعرف الموضوع ده وازاي نوصل له. أي حاجة تعتبر من أساسيات الحياة والفطرة البشرية لازم الأول تبدأ من جوانا، من جوا كل إنسان فينا. ليه؟ لأن أساسا ربنا خلقنا كل حاجة جوانا. تعالوا كده نشوف الطفل الصغير، البيبي ده، هل حد بيقول له اعمل ايه وما تعملش ايه، ولا احنا بنجبره ان لا دي غلط ودي صح؟ بنبدأ بقى ايه، احنا واخدينه كده صفحة بيضة، اعمل ده وما تعملش ده. من هنا بيبدأ يتولد العين ده عند الأطفال، ويبقى عندنا مشكلة، وان لا ده مش بيسمع الكلام ده. هو بيبدأ يحدد شخصيته. انت اللي بتقولي لي يا ماما او يا بابا اعمل كذا وما تعملش كذا، بس انا عايز اجرب. انا لسه عندي الحرية، هي دي الحرية اللي جواه اصلا، اللي هو لسه صفحة بيضة وعايز يجرب. هو ده اللي احنا من نفسنا، بيكون نفسنا ان يكون عايزين نعمله، لكن محدش بيدينا الفرصة لده. طيب معنى كده ان زيها زي اي احساس، عشان انا مثلا اكون مبسوط مع الناس لازم اكون مبسوطة من جوايا الاول. عشان اظهر بان انا واحدة واثقة من نفسي لازم الاول احس ان انا الثقة دي جاية من جوايا الاول علشان تظهر قدام الناس. زيها زي اي حاجة بالظبط. مثلا عايزة ادي للناس واعمل العطاء واملى كوبايات كل اللي حواليا وابسطهم، لازم انا الاول يبقى من جوايا مبسوطة. نفس الموضوع بالظبط. طب انا الاقي الحرية دي ازاي؟ احس بيها ازاي؟ ازاي احس ان انا حرة مش متقيدة باي حاجة؟ لازم اشوف الموضوع ده جوايا برضو الاول. طب ازاي برضو؟ لازم اوصل اي حاجة في الدنيا، لازم اوصلها بالاصل. يعني انا اصلي ربنا خلقني، انا فيا حرية ازاي؟ فبالتالي لازم اتعرف على المعتقدات او الافكار اللي اتزرعت فيا جوايا. من ان هل ده حلال ولا حرام، هل اللي انا بعمله ده صح ولا غلط، كلام الناس مش عارف ايه الكلام ده كله. انا لازم ابص جوايا، هل كل الحاجات اللي في دماغي دي مني انا، من تجاربي الشخصية، ولا من تجارب اللي قبلي؟ صوت جوايا بيقول لي ده صح وده غلط، لا ده صوت مش صوتي، ده صوت بابايا مثلا، او صوت مامتي، او صوت اصحابي، او صوت المجتمع. فبالتالي انا لازم ادور الاول واقعد مع نفسي وادور الاصوات اللي جوايا دي، افتش كده واطلع الاصوات بتاعتي، انا خبرتي كانت ايه، انا لما جربت الحاجة دي هل فعلا وقعت في مشكلة فمعناها ان انا خلاص الموضوع ده انا مش هعمله تاني، ولا ده صوت جوايا انا اصلا ما جربتش الحاجة دي فعلشان كده وقفت فأيدت نفسي. فانا هنا مش حرة، انا هنا بتعامل مع الناس من تجاربهم هم، او تجارب الاصوات اللي جوايا، الاصوات اللي في دماغي. تجارب مثلا الاباء والامهات، تجارب اصحابي، تجارب الجده والجدات. معظمنا طبعا الجيل القديم كان جواه بيقعد بقى مع الجدات كتير وبيقعد مع العمات والخالات، فتحس ان اصواتنا دي مش بتاعتنا اصلا. فكبرنا وحاسين ان احنا متأيدين، خايفين نوصل للعالم، خايفين نظهر قدام الناس، مفيش عندنا حرية، فبنحس بالكبت.
لكن لما اقعد مع نفسي احس ان انا لا، دي مش افكاري، انا عايزه بقى اطلع افكاري كلها، عايزه اجرب انا بنفسي، اشوف تجاربي، المراحل بتاعت حياتي دي كلها انا عملت فيها ايه، ايه اللي نفع معايا وايه اللي منفعش. هنا هوصل للنقطه الاساسيه وهي المعتقدات بتاعتي انا كده خلاص طلعت المعتقدات بتاعتي وعرفت انا بعمل واحد اتنين تلاتة، والله انا بحس بالحريه لما بعمل ده، اتس اوكي، يبقى انا كده حطيت ايدي على المفتاح، دي الحريه بتاعتي. واكتر حاجة بتوصلنا لده هي ان انا اكون متعلقة بالمصدر بتاعي، المصدر اللي هو مين؟ اللي هو ربنا، هو اللي خلقني. فانا اشوف ايه الحاجة اللي انا بشحن نفسي وطاقتي منها من غير ما اتعلق بحد، عشان خاطر ما تخزلش من حد. لان طبيعي ان الانسان بيحب ويحس بالانتماء ناحية حد معين، فبيحس ان دي اجتماعياته، وبنحس ان احنا روحنا متعلقة بالناس دي، فبنحس ان احنا مقيدين، مش حرين، ما بنحسش ان احنا عايزين نزعلهم. فبنحس ان احنا لا انا لازم اعمل كده علشان خاطر مامتي كانت قايله لي كذا فكده هتزعل. فهنا بداية ان انا بحس بالتقيد، بحس ان انا مش حرة. فانا ابدا افك ده مرة واحدة، لا هو المصدر الاساسي ربنا قال لي ايه في الحتة دي، هل الحتة دي عادي متاحة في المجتمع بتاعنا، متاحة برضو، يبقى تمام انا مش هزعل بيها حد. انما لو الحاجة دي هي اساسا حلال وكويسة، بس امي او ابويا او اللي حواليا لا ما بيحبوهاش، يبقى انا ايد نفسي وايد حريتي وما اعملهاش. هل ده يرضي ربنا؟ هل ده يرضيكي انت شخصيا؟ انت بتيجي بعد لحظات او سنين، مش هقول لحظات، سنين من التجارب وسنين من الكبت والقيد، بتحسي ان انت مكبوتة، انت مش انت. بتبصي لنفسك في المراية بتشوفي اللي هو انت مين، فين هويتك الحقيقية، فين شخصيتك انت بتقولي على ده عيب وده حرام وده غلط وده مش عارف ايه مش هعمله بناء عن ان ماما هتزعل، بابا هيزعل، صحابي، مش عارف مين. طب وانت فين؟ انت فين من الحسابات؟ لازم تحسبي نفسك وبتعلقيها بالمصدر الاساسي بتاعها عشان توصلي للحرية بتاعتك، وهكذا. ساعتها بس هنحس بالحرية الحقيقية، الحرية من جوانا ومن ثم برانا. هنحس ان احنا بنطير، محدش عارف يقيدنا، لان احنا خلاص عرفنا ايه حدودنا، ايه الصح، ايه الحلال، ايه الحرام، ايه فعلا الحاجة اللي بتريحني وبتحسسني ان انا حرة فبعملها من غير ما حد يزعل. والله اللي يزعل ده معناه ان كان في حاجة غلط من الاول، معناه ان انت بتستغلني، ان انت عايز تعمل عليا ابتزاز عاطفي بقى، اللي هو ما تعمليش كده عشان ما ازعلش. طب افرض الحاجة دي بتبسطني انا، بتفرحني انا، يبقى برضو ما اعملهاش عادي يعني ان انا ازعل مثلا؟ فمن هنا هنبدأ نعرف نفسنا اكتر، نقرب من نفسنا اكتر، ومفيش حاجة بعدها هتقدر تأثر علينا ولا على حريتنا الأساسية اللي ربنا خلقها فينا. فمن هنا ورايح تبدأي قبل ما تتصرفي تصرف، تبدأي الأول توصليه بالمصدر الأساسي زي ما اتفقنا، وتشوفي هل هو حلال، هل هو حرام، طب ربنا زرعه فيكي ليه، هل لو انت عملت الحاجة دي مش هتأذي بيها حد، هتريحك، اتس اوكي، يلا توكلي على الله واعمليها. وصدقوني صدقوني دايما البداية بتكون صعبة، بنكون حاسين ان ضربات قلبنا بتدق، خايفين، مش عارفين ومش متوقعين رد فعل الغير. لكن الغير دول لو لقونا مبسوطين بجد بالحاجة دي مرة على مرة هيحترموا رغبتنا فيها، وهيلاقوا ان دي خلاص بقى ستايل حياتنا وبقت طبيعة، وهيسيبونا نعمل اللي احنا عايزينه. فتوكلي على ربنا، ودايما حطي هدفك ومصدرك الأساسي هو ربنا، وصلي نفسك بالشاحن الأصلي بتاعك عشان خاطر تعيشي بمنتهى السعادة. جربوا وقولولي عملتوا ايه وطمنوني في الكومنتس.